النادي الأهلي رافض إن محمد عبد المنعم وإمام عاشور ينضموا إلى المنتخب الأولمبي، واللي بيستعد خلاص للسفر إلى فرنسا علشان خاطر يلعب بطولة الأولمبياد في باريس 2024. إن شاء الله ماتشات المنتخب المصري هتبدأ 13 يوليو وهتنتهي نهاية شهر يوليو بإذن الله. طبعا المنتخب الأولمبي أرسل خطاب للنادي الأهلي علشان خاطر بيطلب انضمام المدافع الدولي ولاعب خط الوسط الدولي في النادي الأهلي إمام عاشور ومحمد عبد المنعم. طبعا النادي الأهلي يعني استفسر من المدير الفني مارسيل كولر عن موقف اللاعبين، وقال انه ما يقدرش يستغنى عنهم، خصوصا ان الاهلي داخل على مدعكه كرويه في الدوري الممتاز، 5 ماتشات اهم من بعض. النادي الاهلي يعني في شهر يوليو هيلعب مع بيراميدز ماتشين، مودرن فيوتشر والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا، ف5 ماتشات اهم من بعض هيعتبروا من المباريات اللي هتحسم الدوري المصري للنادي الاهلي بشكل كبير. طبعا مارسيل كولر يعني علق وقال ان هو مش هيسمح بانضمام اللاعبين في الفترة دي الا في حدود الاجندة الدولية فقط، اللي هي المباريات الدولية للمنتخب الوطني المنتخب الاول. قال كمان ان دول يعني عنصرين من العناصر الاساسية في التشكيلة الاساسية للفريق، ما يقدرش يستغنى عنهم، وده فعلا يعني هو عنده حق في النقطة دي، لأن طبعا الفرق ما بتستفادش من انضمام اللاعبين للمنتخبات إلا الإصابات، وطبعا كلنا شفنا الفترات اللي فاتت، وكان أبرزهم إصابة أكرم توفيق بقطع في الرباط الصليبي، ومحمد الشناوي بخلع في الكتف وغيرهم. ده بالنسبة لقصة إمام عاشور ومحمد عبد المنعم والمحاولات اللي بتتم علشان خاطر يلحقوا ببعثة المنتخب في فرنسا. دي النقطة التانية بالنسبة لنادي الزمالك. نادي الزمالك داخل على أزمة جديدة مع إبراهيم رضاي علشان خاطر المستحقات المتأخرة ليه. اللاعب يعني يعتبر شبه اتفق مع النادي على تمديد عقده سنة، ولكن المحامي او وكيل اللاعب بعت انذار رسمي لنادي الزمالك انهم مطالبين بدفع قيمة من عقده علشان بقالها سنة او 11 شهر تقريبا، ولو ما تمش دفع القيمة دي هيتم اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، ويتعرض الزمالك لوقف جديد غير الوقف الثالث اللي تعرض له بسبب الاتنين مساعدين في جهاز جيسوالدو فيريرا وخالد طيب، اللي طبعا يعني ازمتهم لسه مستمرة لحد دلوقتي. طيب احمد فتحي طلع من يومين على MBC مصر 2 وادلى بتصريحات مهمة جدا. الأهم التصريحات اللي اتكلم عنها هي شارة الكابتنة وخلافه مع محمد صلاح وموقفه من العودة للنادي الأهلي. طيب بالنسبة للنادي الأهلي قال إنه كان اتفق مع كابتن سيد عبد الحفيظ إنه هيرجع للنادي الأهلي في يناير الماضي، ولكن ده ما حصلش. واحنا طبعا يعني ايه والله انا شخصيا زعلان على احمد فتحي وخروجه من النادي الاهلي، وانه طبعا يعني كان هو وفقا اللي قاله كان من اقل عقود اللاعبين في النادي الاهلي، ولكن هو اختار الرحيل علشان خاطر يقدر يأمن مستقبله، ولكن النادي الاهلي عرض عليه اكتر من عرض لكنه رفضه. وطبعا يعني النادي الاهلي بالنسبه له هو مجرد تقييم للاعبين ومواقفهم واعمارهم وكذا وكذا، ولكن احمد فتحي رفض العروض اللي قدمها النادي الاهلي طبعا علشان خاطر يقدر يأمن مستقبله، وده اللي حصل. اما قصة رجوعه للنادي الاهلي كلاعب خلاص اصبحت مستحيل، خلاص الامر بقى مستحيل دلوقتي، لكن هو بيحلم وبيأمل ان هو يعود للنادي الاهلي ك يعني عضو مجلس ادارة او في الجهاز الفني او اي حاجة في النادي الاهلي، بخلاف انه يكون لاعب.
وقال إنه طبعا يعني بينتمي للنادي الأهلي لحد الآن، وبيتواصل مع كل اللاعبين في النادي الأهلي، وعلاقته بيهم علاقة كويسة. وأحمد فتحي من اللاعبين المحترمين المجتهدين طبعا في أي فريق، سواء كان الأهلي أو أي نادي تاني، ولكن طبعا هو اختار حياته زيه زي باقي اللاعبين. دي بالنسبة لقصة أحمد فتحي. طيب في قصة تانية بتدور حاليا حول مشاركة الزمالك من عدمه في مباراة سيراميكا اللي جاية في الدوري يوم السبت اللي جاي، ولو ما لعبهاش ايه اللي هيحصل. احنا اتكلمنا طبعا في النقطة دي في فيديوهات قبل كده، ولكن هنأكد على النقطة دي تاني. نادي الزمالك هيكون بيعاند نفسه وبيعاند الكرة المصرية عموما، وعاوز عاوز يلغي المسابقة اللي احنا فيها دي، ولكن القول الحاسم مش هيتم إلغاء بطولة الدوري السنة دي، ومفيش أي حد هيقدر يسمح بإنها تتلغي، لأن في عقود رعاية وفي إعلانات وفي تسويق وفي كذا وفي كذا وحقوق بس. فطبعا الامر ده شبه مستحيل. النادي الاهلي وبيراميدز هم اكتر ناديين هينضروا. بيراميدز عشان خاطر بينافس بشده وبصعوبه على يعني على بطوله الدوري السنه دي، ومتصدر الدوري حاليا لحد ما النادي الاهلي يخلص المؤجلات بتاعته. النادي الاهلي طبعا عنده عقود رعايه وعنده حقوق بس وعنده كذا وعنده كذا، فطبعا ملتزم بالحاجات دي كلها، ولو اتلغى هيبقى خراب بيوت بالنسبه له. طيب اللي هيتم ايه؟ اللي هيتم ان نادي الزمالك هيكمل المسابقه عادي جدا جدا، وهيروح ماتش سيراميكا يوم السبت اللي جاي. طيب لو ما حصلش ده، هيبقى في خيارين اتنين هيتطبقوا عليه. طبعا مش هينزل لدرجه رابعه اصلا، ده مش هيحصل، ده مستحيل. ولكن هيعتبر منسحب من البطوله، وكل مبارياته في الدور الاول هتكون يعني خلاص ملغيه، وبنسبة كبيرة مش هيشارك في الكونفدرالية السنة اللي جاية إن شاء الله. دي نقطة. النقطة التانية، نادي الزمالك أصلا الهدف بتاعه مش الدوري. نادي الزمالك الهدف بتاعه هو ماتش النادي الأهلي. هل في أسباب ظاهرة أو أسباب خفية لحد دلوقتي؟ الأسباب الخفية بتقول ان الزمالك كان عاوز يسمح ويدي الفرصه لبيراميدز علشان خاطر يلاعب الاهلي سريعا ويلعبه بدري بدري، علشان خاطر يقدر يوقفه ويعطله في بطوله الدوري، علشان خاطر ان بيراميدز لما ياخد البطوله دي هتكون يعني نقطة مرضية لجماهير الزمالك، خصوصا ان الجماهير طبعا مش عاوزة النادي الاهلي ياخد البطولة، لان ده طبعا يعني هتكون نقطة سوداء في تاريخ الزمالك، ضمن النقاط السوداء اللي اتضافت لتاريخه قبل كده، خسارة الدوري والكاس وعدم وصوله لبطولة دوري ابطال افريقيا موسمين على التوالي اهو، فدي مشكلة كبيرة جدا. طيب بالنسبة للأسباب الأسباب اللي ظاهرة إن نادي الزمالك أصلا كان عنده 3 من القوام الأساسي مش جاهزين، وكان عنده بعض المشاكل داخل الفريق وبعض الأزمات ما بين اللاعبين، فطبعا ما كانش جاهز لا فنيا ولا بدنيا لمباراة النادي الأهلي، وكان يعني تقريبا هيتحط عليه حطة جامدة. فطبعا الزمالك حاول ان هو يطلع اي اختراعات علشان خاطر ما يلعبش المباراة. كان كمان في اجتماع ما بين مسؤول اتحاد الكرة ورابطة الأندية وممثلي الزمالك، وبالاخص كابتن حسين لبيب مع كابتن اشرف صبحي وزير الرياضه، وتقريبا كان في شبه حل تم الوصول ليه، ولكن بعد الرجوع لمجلس اداره الزمالك كابتن حسين لبيب استقر على الانسحاب من المباراه، وتم اعتباره خاسر المباراه، بالاضافه الى انه سيتم منه خصم 6 نقاط في نهايه الدوري العام. دي كانت كل يعني الاحداث المهمه طبعا في الساحه الرياضيه حاليا. لو في اي مستجدات ان شاء الله هتابع مع حضراتكم في الفيديوهات. يا ريت تتابعونا على قناتنا على يوتيوب، وما تنسوش تعملوا لنا اشتراك ولايك، ولو في اي تعليقات على الفيديو اتمنى من حضراتكم تذكروها. شكرا لكم.